اللي عارفني عارف ان انا بعشق حاجة اسمها نسكافيه، وهو ده مشروبي الوحيد اللي انا بشربه خلال اليوم. في الصيف بحب اشرب سخن وساقع، فمن الصيف اللي فات بقى تقريبا ما شربتش الساقع خالص. فالنهارده لقيت نفسي هفاني عليه جدا، وانا بحب اعمل نسكافيه الساقع بقى بالايس كريم والكراميل. فللاسف الشديد ما عنديش ايس كريم، فيعني هاتصرّف عشان أنا نِفْسي هفّاني عليه وعايزة أشربه جدًا، فمش هافضل بقى إيه قاعدة مستنية لحد ما أجيب آيس كريم. فقُلت بقى إيه أعمل بديل كده هيطلّعه برضه معايا دسم وحلو جدًا. فعملت إيه، حطيت النسكافيه وحطيت عليه كده 3 معالق صغيّرين كريم شانتيه وشوية لبن، وهاضربهم كده بالمضرب بالكهربا لحد بقى ما إيه، ما يتقل خالص. بُصّوا بقى الكريم شانتيه خلّاه تقِل إزاي. أنا ما حطيتش طبعًا سُكّر علشان خاطر يعني هاحط صوص كراميل وأنا مش باحب الحاجة مسكّرة أوي، وطبعًا لازم أحط تلج. وأهم حاجة بقى أنا باحبه بالطعم ده جدًا، بصوص كراميل. هاحط شوية كده، وبعد كده أحط شوية لبن، وأقلّب بقى كلّه مع بعض، وبعد كده أحط بقى شوية صوص كراميل برضه على الوش تاني. هاقلّب بقى الأول شوية كده، وبعد كده أحط بقى على الوش شوية صوص كراميل تاني وأدوق. فهاحط هنا بقى شوية صوص كراميل كمان كده. واو! تحفة. تعالوا بقى كده أدوق وأقول لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إمم. طلع حلو أوي بالكريم شانتيه. مش شرط يبقى عندي آيس كريم، كل ما يبقى ما عنديش آيس كريم هابدّله بالكريم شانتيه لإنه فعلًا طلع حلو أوي.